من كام يوم نزل فيلم الدشاش في السينما بطولة محمد سعد، ولحد اللحظة دي تقدر تقول عنه إنه فيلم ناجح، سواء حبيت الفيلم أو ما حبيتوش، إلا إن الناس زي ما تقول كده كانوا مستنيين محمد سعد ينزل بفيلم جديد، لأنهم شايفين إن محمد سعد يجي منه أكتر بكتير من اللي كان بيطلعه. ودي حاجة غريبة جدا في محمد سعد تحديدا. أي ممثل لما بيدخل في النفق بتاع الأعمال الفاشلة الناس بتفقد الأمل فيه وبتنساه، وشوية ومحدش بيسأل عنه كأنه مش موجود. لكن حالة محمد سعد مختلفة وغريبة، لأنه قاعد يعمل سلسلة من الأعمال الفاشلة، لكن كل مرة الناس كانوا بيدوله فرصة تانية، لأنهم شايفين إن محمد سعد يجي منه أكتر بكتير من اللي بيقدمه. ودي فرص نجوم كتير ما أخدوهاش. الحاجة اللي بتخلينا نسأل هو اشمعنى محمد سعد بياخد كل الفرص دي من الجمهور؟ ليه الناس لسه لحد النهاردة عندها استعداد تدي محمد سعد فرصة تانية وتالتة؟ تعال نبص على مسيرة محمد سعد الفنية ونشوفه بدأ ازاي ووصل لفين. يمكن نقدر نجاوب على سؤال ليه محمد سعد لسه بياخد فرص لحد النهاردة من الجمهور. وكالعادة في الفيديوهات اللي زي دي بنبدأ بالمعلومات الأساسية. محمد سعد عبد الحميد إبراهيم اتولد يوم 14 ديسمبر 1968، يعني عنده حاليا 57 سنة. ومن صغره وموهبته كانت حاضرة وظاهرة لكل اللي حواليه، بداية من مسرح المدرسة لحد ما خلص الثانوية العامة ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، علشان يدرس الحاجة اللي بيحبها وشايف نفسه موهوب فيها. وكالعادة وزي ما كل النجوم بيبدأوا، كان بيبدأ بأدوار صغيرة جدا، وأول فيلم يطلع فيه كان فيلم عليش دخل الجيش ليونس شلبي وسعاد نصر الله يرحمهم. ودوره كان صغير جدا، كان مقدم فقرات سيرك. والآن المفاجأة الكبرى، قدم لسيادتكم سيداتي آنساتي بطل الأبطال مدحت كوتة. الفيلم كان سنة 1989، وفي نفس السنة يعمل مسرحية زكي غبي جدا مع ميمي جمال وعلي الحجار، وبرضه دوره ما كانش كبير قوي، بس أكبر من الدور بتاع عليش دخل الجيش، اتكلم كتير يعني. ايه ده يا غلطت في المزيكا يا غلطت في المزيكا يا خلاص جم ما تعملش كده تاني مرة، مش جبت لك 4 مرات تاني قبل كده. ودي أدوار صغيرة مش مبينة إمكانيات محمد سعد واللي ممكن يقدمه، لكن وإنت بتبدأ ما تقدرش تطلب أكتر من كده. في 1992 يعمل دور صغير في مسلسل وما زال النيل يجري لفردوس عبد الحميد وهشام سليم، وعمل في المسلسل شخصية بخاتي، وده شخص صعيدي بسيط جدا. واضح إنهم شافوا مسرحية زكي غبي جدا وعجبتهم اللكنة الصعيدي من محمد سعد. هو دي اللي كنت عمثل عليه من يوم ما ركبتوا معانا. هتعملوا ايه؟ بهوات هيقول عليكم الرئيس وانكم مسافير في الجامع وباين عليكم ولاد ناس. ايه اللي يبهدلكم ويخليكم تجيبوها من جبليها البحريه مسطحين على المراكب او مدفونين في بطنها؟ لسه برضو الادوار صغيره والراجل ما عندوش فرصه انه يأدي. ما هو لازم عشان الواحد يطلع امكانياته يبقى فيه مساحه. في 94 يعمل مسرحيه واختم بالعشره لاحمد راتب وسحر رامي وعلاء ولي الدين. كل يوم قبل ما تيجي هنا كنت ايه؟ كنت حمار. يقال ان محمد سعد بسبب الادوار الصغيره دي وانه مش واخد فرصته كان بيفكر انه يعتزل التمثيل ويتطوع في الجيش او يشوف اي حاجه تانية يعملها، لانه واضح كده ان الموضوع مش هيجي منه، لانه عمل سهرات تلفزيونيه ومسلسلات ومسرحيات ومفيش، كانه مش موجود. والفيلم الوحيد اللي طلع فيه كان فيلم عليش دخل الجيش، وطلع مقدم فقرات وطلع مرة واحدة تقريبا، والكلام ده كان في 89. لحد ما في 94 ياخد فرصة في فيلم الطريق إلى إيلات، واحد من أشهر الأفلام اللي اتكلمت عن الصراع اللي بين مصر وبين اللي ما يتسموش. والفيلم كان بيتكلم تحديدا عن فترة حرب الاستنزاف بعد نكسة 67، ومحمد سعد كان عامل دور إناوي أحد الضفادع البشرية اللي قاموا بعملية إيلات. عروستك سمحت لك يا جناوي تتركها وتطلع عملية؟ ده كان شرط على حماك، ما هو يبقى عمي. هي صعيدية كمان. لا دي من بنات بحري، امها اسكندرانيه مولوده في اسكندريه. لكن طبعا الفيلم ده مشهور بحاجة واحدة بس، الله يرحمه نبيل الحلفاوي وهو بيخرم العسلية.
ودي كانت فرصة لمحمد سعد لأن الفيلم ده اتعرض في احتفالات أكتوبر 94 وناس كتير قوي شافوه، ودي فرصة علشان الناس على الأقل تحفظ شكلك. في 96 كان في مسلسل كده اسمه من الذي لا يحب فاطمة أو مين اللي ما يحبش فاطمة، بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر، ودور محمد سعد فعلا كان كبير بالمقارنة بالأدوار اللي كان بيعملها قبل كده. والمشهد اللي جاي ده هو أشهر مشهد لمحمد سعد في المسلسل واللي بعد كده تحول لميم. مساعد طبيب شرعي، ممرض يعني هو مش بالظبط قوي يعني، هو تحديدا حارس مشرحة. الحلاوة لا اله الا الله، مشرحة يا مفتري، انت عايز تشغلني في مصلحة؟ لكن برضو لسه ما جاتش، لسه الدور اللي يعلم مع الناس ما ظهرش. ما علينا، في 96 يعمل مع الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه فيلم الجنتل، ورغم ان انا من محبي محمود عبد العزيز الا ان فيلم الجنتل ده فيلم وحش جدا، واحد اسباب وحشته الهام شاهين طبعا. حاضر يا شنتل. شنت انت مالك ومال نسوان الحاره دول؟ شويه نسوان قلق. يا انا مالي ليه؟ انا ليا داعي كل حاجه في الحاره. رجالتهم راح الشغل ومش سايبينهم في حمايتنا. حمايه يا اسطى شنت، دلوقتي كل واحد حر في تصرفاته. حر في تصرفاته؟ ده غبي. في 98 بقى محمد سعد ياخد أكبر فرصة في مسيرته، لأول مرة اسمه هيتكتب أول اسم، والفرصة دي كانت في فوازير تياترو مع أشرف عبد الباقي ودينا. ولا زال السؤال مطروحا، مين اللي قال إن الفوازير لازم يكون فيها رقاصة؟ وأتنفس الألم. لا تترهرطي يا حبيبتي لا تترهرطي يا حبيبتي وتبرجع. إيه ترهرطي؟ اسف يا استاذ. آسف يا أستاذ. انا اللي اسف يا استاذ. خلصني. تظنهري من منظري. تظنهري من منظري. دي بقى هيت. دي ايه دي؟ وحياة ابوك دي ايه؟ وحياة ابوك دي ايه؟ طب قول لي دي. ما بيعرفش يقرا. وفي 99 يعمل مسرحية رد قرضي مع أشرف عبد الباقي وشريف منير وياسمين عبد العزيز، المسرحية اللي كانت بطولة أشرف عبد الباقي، لكن بعد ما محمد سعد انتشر واتشهر وبقى اسمه بيجيب فلوس، المسرحية بقت بتتعرض في التلفزيون على إنها بطولة محمد سعد. اقف عادل، افرض البنطلون وقع منك. ما لبستش ليه؟ انا شايفني قبل مشكير. ما لبستش سواريه ليه؟ وانا بلبس السواري تقول ان دي اوكي. وندخل بقى على سنة 2000 والانطلاقة الحقيقية لمحمد سعد، فيلم الناظر، الفيلم اللي مهما عدت عليه السنين ما بيقدمش، بطولة الله يرحمه علاء ولي الدين وحسن حسني، الفيلم اللي كان كمان انطلاقة لأحمد حلمي. الفيلم ده تقدر تقول انه كان فتحة الخير على محمد سعد، لانه عمل فيه شخصية الليمبي لأول مرة، وتقدر تقول كمان انه كان بداية الدوامة اللي دخل فيها محمد سعد، دوامة انه بيقدم شخصيات عكس شخصيته الحقيقية. ايه في ايه؟ انت مين يا واد؟ انا عاطف اللي كنت بتاع امبارح. بتاع امبارح مين يا واد؟ انا عاطف يا لمبي اللي كنت معاك في المدرسه. مدرسة مين يا واد؟ انا هفهم سيادتك، معلش انا بس لما بصحى من النوم ببقى شكلي واحد تاني. بص اهي. وجايب له واحد تاني كمان؟ مين ده؟ انا عاطف ابوس ايدك. الله اكبر. يا على الذكريات، فيلم في منتهى الجمال. في 2001 يكمل التعاون مع أحمد حلمي بفيلم 55 إسعاف، وانضمت ليهم غادة عادل. ونحب نفكر صناع الفيلم يعني إنهم في آخر الفيلم قالوا إنهم هيعملوا 66 مطافي. الفيلم ده فين؟ تعمل ايه؟ خبط على الدكتوره وفاء، سلمها الحاله زي ما اتفقنا. بتحلم ايه؟ بتحلم. لازم تفهم ان انت سواق اجير، وانا المفروض اسلمها الحاله. يا مسعف يا حقير، ولازم ايدك تصيد. انا اللي هخش اتنفض عليك اصلك وشك بس يا مدفع كده. طب ابوك بقول لك مش هتفتح الباب لو مش هتفتح. انت بتصدني؟ بصدك ازاي؟
يعني انا مش فاهم ليه احمد حلمي ومحمد سعد ما فكروش يعملوا جزء تاني من 55 اسعاف بدل اللي كانوا بيعملوه السنين اللي فاتت دي. المهم في 2002 محمد سعد كان عنده ميعاد مع البطولة المطلقة، الفيلم اللي كسر شباك التذاكر فوق دماغ المنتجين، فيلم الليمبي. قاعد ساعة في البيت. فين بطاقة؟ ما بشيلش بطاقة. ما بتشيلش بطاقة ليه؟ ما عنديش جيب ورا. عبيط يعني، انت بتقرا معايا. لا سعادتك ايه؟ سعادتك معايا كارنيه. ايوه ازاي؟ كارنيه ده ان شاء الله. كارنيه مركز شباب نادي الحبانية. وبتلعب ايه بقى في نادي الحبانية ده بقى؟ كرة ناء. زي ما قلت لك فيلم الليمبي كسر الدنيا وحقق اكتر من 20 مليون جنيه في 2002، ده رقم كبير جدا سعادتك. الناس قالت ايه ده؟ ايه موضوع الليمبي ده يا جماعه؟ ودي كانت تاني مره يقدم فيها محمد سعد شخصيه الليمبي بعد فيلم الناظر. فجم السنه اللي بعديها في 2003 وقالوا طب ما نحلب، مش شخصيه وناجحه ما نعمل تاني. فيلم الليمبي كان من انتاج شركه السبكي، لكن فيلم اللي بالي بالك كان من انتاج شركة العدل، وده اللي خلى اسمه اللي بالي بالك مش الليمبي. على حسب اللي قرأته يعني ان السبكي رفع قضية ان فيلم الليمبي ده بتاعه، وهم كانوا عاوزين يسموا الفيلم الليمبي 2، فبسبب القضية دي غيروا الاسم وسموه اللي بالي بالك علشان الناس تعرف يعني ان ده فيلم الليمبي. شو ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه؟ كل 15 جنيه اللي عليك. يا لمبي عيب عيب. عيب وانا بقول لك كلام سكس. اي نعم، يعني فيلم اللي بالي بالك ما نجحش نفس النجاح بتاع فيلم الليمبي، لكن برضه نجح، ومحمد سعد بقى رسميا نجم شباك والافلام بتتباع باسمه. اخيرا محمد سعد بقى نجم شباك يا جماعه بعد كفاح طويل والراجل اصلع واتمرمط. بعدها على طول في 2004 في السريع كده يعمل فيلم عوكل اللي كان طالع فيه بدورين، زي فيلم اللي بالي بالك لما كان طالع بدور الليمبي ورياض المنفلوطي. في فيلم عوكل كان طالع بدور عوكل وجدته قطاطة، وطبعا معاه تميمة نجاحه الفنان الراحل حسن حسني اللي عمل معاه فيلم الناظر والليمبي واللي بالي بالك. منقوص منحوس ملبوس مدروس، عمرك ما هتبقى راجل ابدا ابدا، طول عمرك هتصرف كده. يوه يا ست بقى، ما خلاص انتهينا بقى، انت خدت فلوسي وخلاص، وانا كنت عايز امسك في خناقه وتبقى مشكله في الحاره. ما هو باين انه مش حناطك. مين اللي شحناتك يا ولد؟ مش عارف يا سودة يا ست، وانا كل شويه هفضل احكي الحكايه دي. قلت لك دي كانت خناقه مع اهل قريش. كويس، وكنت ماسك في خناقه مين؟ ابو نعمة. في الوقت ده محمد سعد كان نجم الكوميديا في مصر، وكان بيقدم كوميديا مضمونة، والفيلم بتاعه بينزل السوق يبقى هو رقم واحد. وفي 2005 واستمرارا للنجاح يعمل فيلم بوحة، وطبعا معاه حسن حسني، ومعاهم كمان مي عز الدين اللي بالنسبة لكتير ده الدور اللي شهرها وخلاها تضرب معاها. أمرني يا أشر على حسنتك 40,000 جنيه ومياد من هنا. أنا بهزر معاك يا معلم، وأنا استجرأ كده أرفع عيني فيك بأي طلب. ليه؟ ده على رأي المثل، الفرخة كلت بيضها. إيه؟ الفرخة كلت بيضها، يعني ما ينفعش يا عم. فرخة إيه وبيض إيه؟ على رأي المثل الفرخة كلت بيضها. لحد فيلم بوحة الدنيا كانت فوق قوي، ومحمد سعد نجم النجوم وكله زي الفل. فنخش على سنة 2006 والناس مستنية الفيلم الجديد لمحمد سعد، واللي كان فيلم كتكوت، واللي عمل فيه دورين، كتكوت ابو الليل ويوسف خوري، ولسه مكمل معاه حسن حسني اللي اعتبره شريك نجاحه. تحب تشرب حاجه قبل ما تنط؟ يا ريت. يلا. ايه ده؟ ايه؟ طب ده برتقال صح؟ برتقال. مين عيان فيكم بقى هيحل البول؟ بول؟ ايوه ده بول؟ امال دي ايه ده؟ طب سيبه طب اشرب برتقال يعني؟ اشرب برتقال واخد بول؟ سيبهم وامشي. وهنا بقى الناس بدأت تقول يعني ماشي، بس مفيش حاجة تانية، هنقضيها كده شخصيات شخصيات شخصيات، مش شايفين أي تجديد، عاوزين نشوف محمد سعد. ولأن محمد سعد بيسمع لجمهوره نزل علينا في 2007 بفيلم كركر، وهيعمل بقى المرة دي 3 شخصيات، كركر والحاج الحناوي ورضا، علشان بس ما تقولوش إن محمد سعد حارم جمهوره من حاجة. وش رجلك غطانين عليك. طب قلبك وش رجلك ايه وانت داخل تشوف بيلن؟ على وزارتك حسب كل اللي كان سلامة ابوك. وبرضه مش هنسى تحقيق فرحك، مش هنسى تحقيق ابوك يا عيس. والفيلم ده كان حلو لحد ما الحناوي مات، اللي هو اصلا مات في الاول، وهنا الجمهور قال لا
كفايه بقى، كفايه شخصيات لحد كده، احنا عاوزين نشوف محمد سعد معلش. وفعلا شفنا محمد سعد في 2008 في فيلم بوشكاش مع زينة وعزت ابو عوف الله يرحمه. الفيلم كمان كان من تأليف احمد فهمي وهشام ماجد، اتنين من الثلاثي اللي بقوا نجوم بعد كده. والفيلم ده طبعا مفيش حد ما يعرفوش ولا يقدر ينساه، رغم انه ما نجحش في السينما النجاح اللي كان صناعه مستنيينه، الا ان الفيلم لسه عايش لحد النهارده، واشهر ميمز موجوده على الساحه طالعه من فيلم بوشكاش. طب يلا سلم العقود اللي معاك، وسلم اللابتوب اللي معاك، وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم انا اللي سلم نفسك بيت محاصر يا حبيبي. شات يور فاكينج ماوث. انا فاكر دي انا عارفها من الافلام الاجنبيه، مش انا اللي اتقلدها بالجحيم يا مكرمين، مش انا فاهم انجليزي كويس. في 2009 ولاول مره محمد سعد ما يعملش اي حاجه، لان زي ما قلت لك فيلم بوشكاش ما نجحش قوي في السينما. طيب يعمل ايه بقى في المشكله دي؟ يعمل ايه؟ نرجع تاني ونحلب. مش كان عندنا شخصيه اسمها الليمبي بتجيب مع الناس هاتوها تاني نعمل بيها فيلم جديد. فكان ميعادنا في 2010 مع فيلم الليمبي 8 جيجا، تاني فيلم مع مي عز الدين وعوده لحسن حسني بعد ما كان خد استراحه في فيلم بوشكاش. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، عم أحمد الحاجب، إن طعنة حنجر للموكلي كانت طعنة تاسعة يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية. يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ عرب ولا إيه؟ ورغم ان الفيلم نجح نسبيا، الا ان ده اسمه استسهال. حضرتك انت ما عرفتش تعمل الجديد فرجعت بالزمن وجبت لنا الليمبي تاني. لا محتاجين نشتغل على نفسنا اكتر من كده. في 2011 ثورة 25 يناير تقوم والبلد تتغير، فمحمد سعد يقرر هو كمان يتغير. بس التغيير ده ما كانش قد كده، يعني هو اي نعم عمل فيلم تك تك بوم وكان عامل فيه شخصية ما تعتبرش يعني شخصية مفتعلة، كان هو محمد سعد، لكن قرر برضو انه يجيب شخصية من الماضي ويرجعها تاني، وهي شخصية رياض باشا المنفلوطي. إيه؟ خلاص زاطت وباضت، كلها بقت لجان شعبية وعاملين فيها ظباط. جربتوا ان انتوا تبقوا ظباط؟ شفتوا الساعة اللي انتوا بتقفوا فيها بالليل في عز الشمس؟ جربتوها ها؟ ما كنتوا نايمين ومرحرحين ومتغطغطين بالبطاطين السرطوجة والسنتامورا، واحنا واقفين في عز التلج بالليل في الشمس والعة. طب نعمل ايه بقى في الوضع ده؟ نعمل ايه؟ هو حل واحد مفيش غيره، نشوف شخصية جديدة علشان نعملها. لا احفظ معايا بقى عشان مش كل مرة نقع في نفس المشكلة. في 2013 يعمل محمد سعد فيلم تتح، نجح وكان حلو، لكن احنا برضو رجعنا لنفس المشكلة، ان محمد سعد ما بينجحش وهو محمد سعد. لازم يكون محمد سعد بيعمل حاجة، وعلشان كده لازم نحلب ونعمل نفس الشخصية، شخصية تتح في فيلم تاني اسمه حياتي مبهدلة في 2015. اظن بقى انت خلاص اتعودت. فين الحسن؟ فين الحسن بتاع زمان؟ يجوا يشوفوا النسوان، الجمال خلاص. الله يرحمك يا جدي. وما بين تتح الاولاني وتتح التاني عمل مسلسل فيفا قطاطا، حلب برضو الشخصيات كانت موجودة قبل كده، قطاطا والليمبي والدنيا بتمشي. بس للأمانة طلع من المسلسل كام حلقة حلوين. في 2016 يعمل برنامج وش السعد على MBC مصر، ويجيب فيه شخصيات من اللي عملها قبل كده وناس من اللي اشتغل معاهم قبل كده يعملوا حاجات اتعملت قبل كده. ومش بس كده، محمد سعد بيضحي في نفس السنة يعمل فيلم تحت الترابيزة ويضيف لنا شخصية غريبة جديدة من شخصيات محمد سعد، شخصية حنكو عبد الرحمن. احنا مش فوازير يا اخي، احنا في حالة ما ينفعش فيها وجع الدماغ، احنا عندنا حالة وفاة. حلو، انا بقى جاي عشان خاطر خالة ام وفاء دي. موافق بيه. اللي عندكم جوه. ما عندناش حد هنا اسمه على طلع عندكم جوه حالة ام وفاء. ممكن اقابل مرات المرحوم؟ تحت امرك حضرتك. حاضر. وخد الجديد بقى، خد الجديد منه. في 2017 يعمل مسرحية صبح صبح عشان يعمل فيها شخصية بوحة الصباح تاني، تالت بقى، ما هو عملها في البرنامج بتاع وش السعد. ماشي يا فنان اللي تشوفه. 2017 اهي السنة دي بقى سنة مهمة، لأن السنة دي نزل فيها الجزء الأول من فيلم الكنز، الحقيقة والخيال. الفيلم اللي كان من بطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان، وكل واحد فيهم كان بيقدم قصة مختلفة. الفيلم بيحكي 3 قصص مربوطين بقصة كبيرة، ومحمد سعد كان بيقدم قصة بشر باشا الكتاتني، وعمل دور بقى العظمة هنا وهو هنا. الحياة
الحياة عايزة ميزان دايما توزنه عشان تختار الصح. لو طوعت عقلك بس هتنشف وتجر وتموت، ولو طوعت قلبك تبقى عبيط. حاجة كده متكلفة، أداء من اللي هو بيتدرس ده. وفي 2019 يعمل الجزء الثاني من الكنز اللي كان بعنوان الحب والمصير، واللي بيكمل القصة بتاعت بشر الكتاتني وحتشبسوت وعلي الزيبق. الفيلم اللي كان حظه وحش لأنه نزل في نفس الموسم مع ولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2، وطبعا ما خدش فرصته، لكنه ملحمة عظيمة لازم تتشاف. بس في نفس السنة بقى محمد سعد قرر ينزل بفيلم اسمه محمد حسين ملوش أي لازمة. هو في الترتيب فيلم محمد حسين كان الأول، لكن لأنه كان الأقل فأنا قلته في الآخر. ارجع يا حماده، مش عايزين مشاكل. ايه ده يا عم، انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده؟ انت ايه بتندق سنانك ولا ايه؟ و2019 كانت آخر سنة محمد سعد يعمل فيها أفلام. في 2023 عمل كارثة كده، مسلسل اسمه إكسلانس. والمفاجأة بقى مش هتصدق إنه مفاجأة جديدة، هيعمل فيه شخصية الحناوي اللي طلعت في فيلم كركر. والحاجة الوحيدة اللي اتعرفت من المسلسل ده الخناقة اللي محمد سعد اتخانقها في اللوكيشن، واللي حد صورها ونزلها على النت. لولا كده ما كانش حد هيتكلم عن المسلسل خالص. ايه العرف اللي انتوا فيه ده؟ ايه العرف ده؟ انتوا مقرفين قوي وقرف. ده ايه ده؟ ده انتوا اوفر، ده انتوا ما حدش بيطيقكم، ده انتوا فجأة قاعد بعاند وراكم، ده انتوا ايه؟ اللي مش عاجبه كلمة يقول، اللي مش عاجبه كلمة يقول، دي حد عنده حاجة. وفضل الوضع كده لحد ما زي ما قلت لك من كام يوم ينزل فيلم الدشاش، اللي بيشارك محمد سعد فيه زينة وباسم سمرة وخالد الصاوي، واللي جايب ردود فعل حلوة جدا. لكن ده مش موضوعنا، هنبقى نتكلم عن الفيلم في فيديو تاني. مسيرة محمد سعد زي ما شفتها لا تخلو من الحلب والتكرار. لما شخصية بتنجح بيقفش فيها ويجيب آخرها، لكن في وسط الحاجات دي كان بيبان موهبة لمحمد سعد الكل كان عاوز يشوفها. طبعا الشخصيات اللي كان بيعملها محمد سعد زي الليمبي وعوكل وبوحة دي فعلا بيطلع فيها مجهود وفعلا موهبة، لكن الأداء اللي طلع في فيلم الكنز هو ده اللي الناس كانوا عاوزين يشوفوه. وعلشان كده كانوا صابرين على محمد سعد وعندهم استعداد كل مرة يدوله فرصة، يمكن تكون دي المرة اللي هم مستنيينها. ده غير طبعا ان القبول ده بتاع ربنا. محمد سعد الناس فعلا بتحبه حب ملوش اي شروط ولا تفسير، هم بيحبوه علشان محمد سعد، وده اللي ساعده انه يفضل مكمل وبياخد فرص لحد النهارده. واحد غيره كان زمانه اختفى والناس نسيته زي ما قلت لك. وبرغم مسيره مليانه بالتكرار والمشاكل والمطبات، الا ان محمد سعد هيفضل واحد من اهم نجوم جيله. وده يبان من كلام الناس عليه اللي دايما بيقولوا عليه الاستاذ محمد سعد. واحد زي باسم السمرة ما بيشكرش في ناس كتير، شكر في محمد سعد وبيقول عليه الاستاذ. امينة خليل لما كانت بتتكلم عن اداء محمد سعد في الكنز وقد ايه كانت منبهرة بيه. كل ده بيقول لك ان محمد سعد يمتلك موهبة ما بتتكررش كتير، ومع شوية اختيارات صح وتقليل للتكرار والحلب كان ممكن يكون اهم واحد في جيله بلا منازع. ده كان رأيي الشخصي المبني على مشاهدتي، وطبعا مستني اقرأ رأيك في التعليقات. وما تنساش لو عندك موضوع عاوزنا نعمله الفيديو الجاي تكتبهولي، وقبل ما تقفل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشير الفيديو. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافية.